السلام عليكم ورحمة الله. حوادث الأيام تكشف عن معادن الناس وتبين الحقائق وتفضح التزييف الذي انخدع به البعض. في السنوات 20 الماضية كان أكثر ما يشغل الإعلام عالميا مسألة اللاجئين العراقيين ثم السوريين، عندما فر العراقيون من الحرب الفارسية الأمريكية، والسوريون عندما فروا من براميل البطش والإجرام ومن آلة التدمير الفارسية الروسية، وكذلك اللاجئين الأفارقة وغيرهم ممن اتبعوا كل طرق الهرب برا وبحرا وجوا عبر الغابات وبين الجبال، مشيا وركوبا، أفرادا وجماعات، في رحلات ومخاطر. كل رحلة تكفي أن تكون فيلما سينمائيا فيه أحداث مغامرة حقيقية محفوفة بالمخاطر. منذ بدأ العالم الغربي المزيف يمن على هؤلاء المهاجرين بأنه استقبلهم وآواهم وأطعمهم وأسقاهم، ثم رأينا كيف بدأ يلمع نجم كثير من المهاجرين العرب في جميع المجالات في هذه البلدان. فهذا دخل كلية الطب قبل أوانه وهو صغير لنبوغه، وذاك عين مدير في أكبر شركات السيارات مثلا أو الإلكترونيات أو غيرها لنبوغه أيضا وتميزه، وهذا لاعب كرة قدم لديه مهارات أفضل من مارادونا مثلا، وهذا وصل إلى منصب وزير، وذاك منصب نائب برلماني إلى آخره. أثبت هذا الشعب العربي بكافة جنسيته أنه شعب عملي وكفؤ وليس محتاج للصدقات ولا للإحسان، لكنه لم يجد فرصته في أجواء من إما الاستبداد العنصري الطائفي البغيض أو تفشي الفساد والواسطات وغيرها. ثم رأينا كيف أن هذه الدول بدأت تلتفت إلى هؤلاء المهاجرين بأن فعلا منهم العبقري والمميز والمبدع، فبدأت تكرمهم وتعطيهم جوائز وتفتح لهم مجالات ليستفيدوا هذه الدول، لتستفيد هذه الدول منهم. وطبعا هذا ليس لسواد عيونهم ولكن لإبداعاتهم وتميزهم. طيب، الآن ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، وها هي تزداد يوما بعد يوم، ومعها يزداد أعداد المهاجرين الأوكران ليتعدى الملايين. ثم بدأ يظهر على الإعلام التمييز العنصري البغيض ليفضح الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم. فسمعتم جميعكم كيف أنهم بدأوا يميزون بين أصحاب، كما هم يزعمون أو يقولون يعبرون عن أصحاب العيون الزرقاء والبشرة البيضاء والشعر الأصفر، ويظهرون التألم على أن هؤلاء كيف ولماذا يتعرضون للتهجير وهم من البلاد الحضارية، وهم ليسوا لاجئين من سوريا واليمن وليبيا وغيرها من أصحاب البشرة السمراء والعيون العسلية، بل هؤلاء كما قالوا هم هؤلاء مسيحيون بيض شعرهم أصفر قادمون من بلاد متحضرة وليست بلاد همجية ولا دول نامية يقصدون العرب، بلاد العرب، بل هي دول حضارية أوروبية، هكذا قالوا. إذن هكذا ظهرت عنصريتهم وفضحها الله سبحانه وتعالى وشاهدها جميع العالم. ثم بدأوا يسنون القوانين الخاصة لتراعي أوضاع اللاجئين الأوكران. نحن المسلمون لا نميز بين أبيض وأسود ولا بين دين وآخر في جميع معاملاتنا الإنسانية، بل لا يجوز في ديننا أن نتعدى على أي إنسان لأجل دينه أو لونه أو عرقه أو كذا، بل لهم منا كل العدل والقسط والبر والعون. وتاريخنا الحمد لله مليء بمثل هذه القصص، وآخرها لما استقبلت البلاد العربية اللاجئين الأوروبيين في الحربين العالمية الأولى والثانية. أوروبا اليوم
تستقبل مئات الألوف من الأوكران كما وصفوهم البيض، ولكن استقبلوهم من غير تلك الضجة التي اصطنعوها لما استقبلوا السوريين والعراقيين وغيرهم. ولم تظهر مظاهرات اليمين المتطرف الذين كانوا ينادون بعدم استقبالهم، ولا زعموا أن اللاجئين الأوكران تسببوا بأزمة في بلاد المهجر، بل استقبلوهم في أفضل الفنادق كما رأينا وبكل ترحيب، وانهالت عليهم الملايين من الدولارات والمساعدات إلى آخره. طيب الآن الأخير، آخر شيء، ها نحن اليوم نرى كيف أن الأقنعة قد رفعت عن الوجه الأوروبي ليظهر الوجه الحقيقي العنصري. فكل ما سبق من استقبال اللاجئين العرب بدأ يتغير ويتحول، وبتنا اليوم نقرأ مثلا وزير الهجرة والدنمارك وزير الهجرة والاندماج الدنماركي يقول: عندما تكون هناك حرب في أوروبا ويتعرض أحد الجيران الأوروبيين لما نراه في أوكرانيا، لا يوجد أدنى شك في ذهني بأنه يجب أن نساعد بأفضل ما في وسعنا من خلال الترحيب بالأوكرانيين على الأراضي الدنماركية. أما المتحدث باسم الشؤون الخارجية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في الدنمارك قال لشبكة CNN الأمريكية إن الحكومة الدنماركية تصيغ مشروع قانون من شأنه تعليق قواعد اللجوء الخاصة من أجل الأوكرانيين، ولن يكونوا جزءا من نظام اللجوء، يعني هؤلاء أصحاب بيت. طبعا احنا ما عندنا مشكلة انهم يعتبروا الأوكرانيين أصحاب بيت ويكرموهم ويستقبلوهم، بالعكس شيء جميل يعني، ولكن هم فعلوا ذلك بالعنصرية. وبدلا من ذلك بدأوا يسهلون القوانين على الأوكرانيين للحصول على تصاريح إقامة حتى يتمكنوا من البدء بسرعة في التعليم أو العمل، مع منحهم قانون الحماية. بينما رئيسة منظمة الدنمارك ترحب بالجميع، كشفت أن الحكومة تولي أهمية أكبر لحياة الأشخاص من ذوي البشرة البيضاء، وقالت: هذه منظمة أوروبية مش عربية، قالت إن أزمة المهاجرين من عام 2015 أظهرت أنه إذا وصل الأشخاص من أفغانستان أو سوريا فسيتم استجوابهم بالريبة، وسيطلق عليهم اسم مهاجرين إلى أن يحصلوا على وضع لاجئ، لكننا الآن على الفور نمنح الأوكرانيين وضع اللاجئين. ما الفرق؟ وقالت أن الدولة تحث اللاجئين السوريين القادمين من دمشق وريفة على العودة إلى هناك، وتسعى إلى إجبارهم على ذلك رغم الخطورة على حياتهم بسبب الحرب القائمة وسمعة النظام السوري الوحشية، على حد كلام هذه المسؤولة. وأصبحت الدنمارك تطلب من اللاجئين السوريين من عام 2019 العودة إلى ديارهم. أما في هولندا فقد قرأت من يومين أيضا أن عضو مجلس النواب الهولندي خيرت فيلدرز زعيم حزب الحرية اليميني المعروف بمواقفه المتطرفة، شوف التناقض، قال حزب الحرية وهو متطرف. المهم يدعو إلى طرد اللاجئين السوريين من هولندا لفسح المجال للنازحين الأوكرانيين، ووصف اللاجئين السوريين بأنهم مزيفين. قال في تغريدة على تويتر، قال إن هولندا ممتلئة لكن قلوبنا تنزف، النساء والأطفال الأوكرانيين لاجئون حقيقيون، لذا علينا توفير مساحة مؤقتة ومحدودة لهم عبر طرد مستغلي اللجوء المزيفين كالسوريين، هيك قال. كما قرأت أيضا تقارير ودراسات لسن قوانين تضييق على السوريين في ألمانيا، السويد، فرنسا، طبعا بهدف إيجاد مبررات قانونية تسمح بطرد هؤلاء من غير أن تتعرض هذه البلاد لتشويه سمعتها المزيفة أصلا. يعني الحقيقة يعني موضوع طرد اللاجئين ومعاملتهم معاملة سيئة وخطف أولادهم كما رأينا في السويد وغيرها وتحدثنا عنها في حلقات سابقة، وأيضا حاجة أوروبا العجوز لدماء الشباب، يعني ما جعلهم يسنون قوانين الاندماج والانفلات ومحاربة الالتزام بالإسلام والسيطرة على تعليم الأولاد في المدارس بما يخالف ديننا ويخالف الحياء والعفة
أيضا قوانين إجبار المرأة على العمل، أو على الأقل تسهيل العمل لها لأجل أن تخرج من البيت ويتفرغوا هم لتربية وتنشئة أولاد العرب والمسلمين على الشكل الذي يخدم مصالحهم وبلادهم المستقبلية. كل هذا ألا ترون أنها أعمال ممنهجة تسعى لإحدى الحلين: إما الاندماج وترك الدين الإسلامي، أو العودة إلى بلادكم من حيث أتيتم. بالأمس تكلمنا أيضا عن إغلاق المساجد والمراكز الإسلامية في فرنسا وغيرها، وقبل أمس قرأنا عن وضع اللاجئين في بلجيكا. ولن أذكر يعني جميع الدول الأوروبية لأن القوانين واحدة والعنصرية واحدة، فضلا عن يعني ما تكلمنا عنه سابق من خطر إشعاعات المفاعلات النووية التي في أوكرانيا، التي يعني تكلمنا عنها أيضا أكثر من مرة. هذا إن لم نقل ضربات نووية فعلا متبادلة بين أوروبا الغربية والشرقية، بين روسيا وأعدائها يعني. الآن انظروا كيف أصبح الإقبال على شراء اليود خوفا من النووي، وحفر الملاجئ الخاصة بالحماية من الإشعاعات النووية، وتخزين الطعام وغيرها، مما يدل على أن أوروبا بدأت تتغير، والزمن يتسارع، والحروب تتصاعد، ولا عزاء للبطيء أو لمن لم يفهم بعد ما الذي يدور من حوله ولا يلاحظ هذه التغييرات. أقول آن الأوان أن تنتبه وأن تبدأ لتخطط للتغيير القادم. أنت تغير كما أن الدنيا أيضا تتغير من حولك. أنتم أعلم بشؤون دنياكم. نسأل الله السلامة لنا ولكم جميعا، حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.